السلام عليكم ورحمة الله. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال. قصتنا اليوم حول جريمة وقعت وبقات غير معروفة لعدة سنين حتى تكشفت بمشيئة الله في يوم من الأيام، وبسبب اللي بسيط. بلا ما نطول عليكم، جلسوا في شي بلاصة هادئة وديروا السماعات باش تعيشوا أجواء القصة وتنعزلوا عن العالم الخارجي. وكما تعودنا، ذكروا الله وصلوا على النبي. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. قصتنا وقعت في 2014 بالضبط في السعودية، في المنطقة الشرقية. واحد السيد سميتو سالم كان كيمتلك مزرعة في واحد المنطقة زراعية سميتها صفوة. في 2010 سالم قرر أنه يسافر خارج البلاد باش يكمل المسار الدراسي ديالو. من بعد 4 سنين سالم رجع في حاله لبلادو، وفي الأيام الأولى من بعد ما رجع لبلادو مشى للمزرعة ديالو يتطمن عليها ويشوف الأمور كيفاش غادية. فاش وصل عيا ما يعيط على العامل اللي مكلفو بتسيير شؤون المزرعة، وحتى واحد ما رد عليه. دخل وبقى يقلب عليه ما لقاهش. مهم قال يمكن يكون مشى يقضي شي غرض ورجع، وبقى كيدور في المزرعة ولاحظ أنها مهملة وخاصها بزاف ديال الترميم. ومن بين الأشياء اللي خصهم إصلاح القناة ديال الصرف الصحي، أعزكم الله. مشى سالم جاب المعلمية اللي غادي يصلحوا ليه المشكل ديال الصرف الصحي. بداو كيحفروا، وإذا بهم كيلقاو هيكل عظمي ديال بنادم. لا حول ولا قوة إلا بالله. سالم اللي هو صاحب المزرعة مباشرة مشى بلغ البوليس، وانتقلوا معاه لعين المكان برفقة فريق طبي وخبراء جنائيين. داروا فحص وتمشيط للمكان. هنا ضابط الشرطة اللي كلفوه بالقضية ملي شاف الهيكل العظمي قال ممكن يكون أكثر من هيكل عظمي في هذه المزرعة، لذلك قال للعمال يزيدوا يحفروا. وهنا كانت الصدمة، لأنهم لقاو 4 هياكل عظمية من غير اللي لقاو في الأول. يعني كنهضروا هنا على 5 هياكل عظمية. ولكم أن تتخيلوا، السيد سافر يكمل قرايته وخلى المزرعة في أمان الله. من بعد 4 سنين رجع لقى المزرعة ديالو كلها هياكل عظمية. واو. استمرت عملية الحفر في المكان على أمل يلقاو شي أدلة تساعدهم على حل هذه القضية. يعني 5 ضحايا في بلاصة واحدة ماشي سهلة. كيبان أن عناصر الشرطة غيكونوا قدام قضية كبيرة، وكيتسناهم عمل شاق من أجل كشف ملابسات هذه الجريمة. فعلا قدروا أنهم يلقاو خصلة شعر وبطاقة هوية ديال شي واحد وخاتم ديال الذهب مكتوب عليه شي اسم معين. وكذلك لقاو برامل كبار عاطية منهم ريحة خايبة بزاف. فاش حلوهم اكتشفوا أن هاد البرامل كانوا كيتستعملوا في تخزين الخمر. من هنا عرفوا رجال الشرطة أن هاد المزرعة كانت عبارة عن مصنع مصغر كيصايبوا فيه الشراب. وبالإضافة لداكشي اللي تم العثور عليه لقاو بندقية صيد كذلك. مهم من بعد ما جمعوا الأدلة اللي لقاو وخداو الهياكل العظمية وداوهم للطبيب الشرعي باش يكشف على الهوية ديال الضحايا، توصلوا في الأخير إلى أن الضحايا هما عمال من الجنسية الهندية، وكان واضح عليهم أنهم تعرضوا للتعذيب. أغلبيتكم غتقولوا كيفاش جثث متحللة ولات هياكل عظمية وعرفوا أنهم تعرضوا للتعذيب. أنا غنجاوبكم. البوليس ملي لقاو الهياكل العظمية لقاوهم مكتفين من يديهم ورجليهم، ولقاو فمهم مسدود بالسكوتش، وكلهم في الفم ديالهم طروفة ديال التوب، أو كما كنقولوا شراوط. يعني اللي قتلهم ولا اللي قتلوهم خشاو ليهم الشراوط في فمهم باش ما يقدروش يغوتوا أثناء الضرب والتعذيب. نتائج الفحص بينات كذلك أن الضحايا كاين منهم اللي تدفن وهو حي. حتى لهنا مزيان. ايوا سيدي، هالبوليس لقاو الهياكل العظمية وعرفوا الجنسية ديالهم وأنهم تعرضوا للتعذيب قبل القتل. ايوا من بعد استدعاو صاحب المزرعة وبداو معاه التحقيق هو الأول. وهذا الشيء عادي لأن السيد لاقين 5 ديال الهياكل العظمية في المزرعة ديالو، يعني ماشي شي حاجة اللي عادية. لكن من بعد التحقيق معاه لقاوه بعيد كل البعد على القضية، لأن قال لهم أنا 4 سنين وأنا غايب
وقبل ما نسافر خليت الساروت للعامل اللي خدام عندي ومكلف بتسيير المزرعة، وفاش رجعت هانتوما كتشوفوا شنو واقع. وهكذا البوليس استمروا في التحقيق والبحث على امل يلقاو راس الخيط اللي غيؤدي لحل هذه القضية. فعلا من بعد التحريات والبحث توصلوا للكفيل ديال كل واحد من الضحايا، لان كما كتعرفوا العمال اللي كيجيو من بلدان اخرى باش يخدموا في السعودية كيكون هذاك الشخص اللي غيخدموا عنده هو اللي متكفل بهم، يعني المسكن والمأكل والملبس. بالتالي اي حاجة وقعت كيمشيو عند الكفيل هو الاول. ولا غلطت في شي حاجة من هادشي اللي قلت صحوها لي في التعليقات. نرجعوا لقصتنا. مهم كلهم قالوا انهم 4 سنين هذه باش بلغوا البوليس عن اختفائهم المفاجئ وما عرفوش فين غبروا. اذا مرة اخرى البوليس وصلوا لطريق مسدود. هنا الضابط المكلف بالقضية اعطى امر باش يديروا تحقيق مع سكان المنطقة اللي كتواجد فيها المزرعة باش يعرفوا واش السكان كيعرفوا مول المزرعة، العامل اللي مسؤول عليها واش كيعرفوه، شكون كيجي عنده، الى اخره. فعلا داكشي اللي داروا، تم التحقيق مع سكان المنطقة كلهم بدون استثناء. ومن اهم المعلومات اللي حصلوا عليها هو ان واحد شاب في العشرينات من عمره سميتو يوسف هو اللي كان كيعمر معاه بزاف في المزرعة، وكان معروف عليه انه مبلي بالشراب. واخيرا البوليس قدروا يصطادوا معلومة قيمة اللي ربما غتكون هي راس الخيط المفقود. بالتالي داروا التحريات ديالهم وقدروا يوصلوا للمدعو يوسف وتم إلقاء القبض عليه. فاش سولوا المحقق على علاقته بالضحايا انكر وقال له انا ما عارفش علاش كتهضر، اش دخلني انا في هادشي. قال له المحقق واخ مزيان، انا غادي نخليك تولي تعرفهم مزيان. عيط على الناس اللي قالوا باللي يوسف كان كيجلس مع الضحايا وكيشرب معهم وواجههم مع يوسف، وكلهم شهدوا فيه انه كان كيعمر معهم كل ليلة وكيشرب معهم في المزرعة. بل اكثر من هذا، قالوا باللي اخر مرة شافوا الضحايا قبل ما يختفيوا كان معهم يوسف. ايوا هنا السيد بدا كيصفار ويخضر وقال لهم انا ماشي ما كنعرفهمش، كنعرفهم ولكن ماشي شي علاقة قوية، انا فقط كنشري من عندهم الشراب وصافي، هادشي اللي كاين. قالوا له واخا سيدي، المهم حنا غادي ناخذوا منك بعض العينات باش نطابقوهم مع الاثار اللي لقينا في الادله ونشوفوا السي يوسف واش عندك بهم علاقه قويه ولا لا. وفعلا تمت مطابقه العينات مع الاثار اللي لقاو على الادله ولقاو باللي كاين تطابق تام. هنا قالوا ليه دابا ما بقى لك ما تزيد تنكر، الادله كلها ضدك، من الاحسن لك تعترف وفي الاخير تعترف بالجريمه اللي دارها. خلينا نرجعوا 4 سنين للور. في 2010 من بعد ما سافر مول المزرعة للخارج، العامل الهندي اللي كان مكلفه باش يسير ليه شؤون المزرعة استغل الغياب ديال مول الشي وحول المزرعة الوكر لصناعة الخمر. وهذا يوسف اللي هو مول الفعلة كان واحد من الكليان ديال العامل الهندي، وكان مرة كيجلس معاه حتى ولاو صحاب. وتعرف كذلك على أصحاب العامل الهندي اللي كانوا حتى هما هنود، بقاو كيتجمعوا كل ليلة عاطينها للشراب والقمر. واحد النهار كانوا جالسين كيشربوا كيما العادة حتى هرب ليهم العقل. هو ينوض هادي يوسف وقال للعامل الهندي اللي مكلف بالمزرعة أنا عندي فكرة. رد عليه الآخر شنو هي هاد الفكرة؟ قال ليه علاش لي ما نتشاركوش ونوليو نصايبوا كمية كبيرة ديال الشراب ونوسعوا التجارة ديالنا ونضربوا الفلوس. قال ليه العامل الهندي فكرة واعرة، أنا معاك. فعلا داكشي اللي داروا، الآخر كيصنع ويوسف كيوزع لدرجة ولاو كيبيعوا خارج المنطقة اللي ساكنين فيها. ايوا بداو الفلوس كيدخلوا، الوضعية بدات كتقاد. هنا يوسف بدا كيدخلوا الطمع، هو يقلب وجهه على العامل الهندي، يعني ولا كيخدم معاه التحرميات. واحد النهار مشى فرق الشراب اللي كان عندهم وحقق ربح كبير، وفاش رجع جبد 200 ريال سعودي ومدها للعامل الهندي. قال ليه شنو هادي؟ رد عليه يوسف اش بغيتي؟ انت راك غير كتصايب الشراب وجالس مخبي في المزرعة، ما عارفك حد. انا اللي نهار وما طال كنخيط في الشوارع والدروبة كنبيع، الا تشديت انا الاول اللي غنمشي فيها، اما انت ما عارفك حد. شد فلوسك وهنينا. قال لي الهندي الشريف ماشي هادشي علاش تفاهمنا اول مرة، اعطيني فلوسي يا صاحبي. مهم من هنا بدات المشاكل بيناتهم، كل مرة ينوضوها بيناتهم ولا منوضة حتى مع اصحاب العامل الهندي. واحد الليلة كانوا جالسين كيما العادة كيشربوا وكيقمروا، ويوسف خسر فلوسه كاملين في ذاك الليلة.
ومع العامل الهندي وصحابه حاقدين عليه بقاو كيضحكوا عليه وكيطنزوا عليه. في هذه اللحظة يوسف طلع عليه الدم وناض خرج في حاله ومشى مباشرة عند شي صحابه وقال لهم راه واحد خوتنا داو لي فلوسي في القمر، بغيت ننتقم منهم، عاونوني عليهم. وفعلا داكشي اللي كان، وداروا خطة شيطانية باش ينتقموا من العامل الهندي وصحابه. رجع يوسف عندهم الليلة الثانية ودار راسو انه نسى الموضوع، يعني ما مقلق ما والو. قال لهم انا اليوم غادي نتهلا فيكم مزيان، راني جبت واحد النوعية ديال الشراب واعرة من اوروبا، شي حاجة نقية كيشربوها غير الناس الاغنياء. ايوا خوتنا فاش سمعوا الشراب ديال برا وغالي فرحوا وقالوا ليه فين هو، جيبوا لينا نذوقوه. ويوسف قبل ما يدخل عندهم كان متفق مع اصحابه انهم يجيو بالطوموبيل ويجيبوا معهم الشراب ويتسناوه على برا حتى يعاود يخرج عندهم. وداكشي اللي كان. يوسف قال للعامل الهندي وصحابه تسناوني، انا غادي نمشي نجيب لكم الشراب اللي قلت لكم اليوم، ما غادي تبرعوا. ايوا وخرج وشد داك القراعي ديال الشراب وحلهم ودار فيهم مخدر، ورجع عند خوتنا اللي باغي فيهم الخدمه وعطاهم يشربوا. ملي شربوا وبدا المفعول ديال المخدر كيبان، وفاش شافهم داخو ناضي يوسف وخرج عند صحابه وعيط ليهم. غير دخلوا صحابه بالتعاون مع يوسف اكيد شدوهم كتفوهم وداروا لهم طروفه ديال التوب في الفم ديالهم وبقاو كيضربوا فيهم ويعذبوهم. من كثرة التعذيب واحد من داك الهنود مات. هنا يوسف قال في راسو دابا الا خليت الاخرين حيين اكيد غادي يفضحوني، اذا خصني نقتلهم. وفعلا قرر انه يقتل كل شيء ويدفنهم في المزرعه وهما الاغراض ديالهم. فعلا داكشي اللي داروا، قتلوهم كيف ما كان كيسحاب ليهم. علاش قلت هكا؟ لان كانوا شي وحدين ما ماتوش وبالتالي تدفنوا وهم احياء. لا حول ولا قوه الا بالله. فاش كملوا من تنفيذ هذه الجريمه الشنعاء كلها رجع في حاله لدارو كأن شيئا لم يكن. هما داروا الحساب البشر وخافوا لا يتفضحوا، ولكن نساو بلي كاين الله السميع البصير والعليم. والمصير ديال يوسف وصحابه كان هو الحكم عليهم بالقصاص، أي الإعدام. وفي تاريخ 22 أكتوبر 2018 تم تنفيذ حكم القصاص بالمتهمين. وهنا غادي نكون عرفنا علاش الله سبحانه وتعالى قال لنا في سورة المائدة الآية 90: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الآية واضحة وضوح الشمس. الخمر هو الشراب والميسر هو القمر. إذن ربي أمرنا باش نبعدوا من هذا الشيء لأنه رجس من عمل الشيطان، يعني شر من الشيطان. كيف ما شفنا في القصة كيفاش الجلسات الخمرية والقمر أداوا لجريمة شنيعة بسبب تافه جدا. واحد خسر فلوسه مرضاش حيت ضحكوا عليه ناض قتلهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. وما بقى لي إلا نقول لكم السلام عليكم وإلى اللقاء في قصة جديدة إن شاء الله.